السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعيني؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. طبعا بقى جيت لكم النهارده بجولة تانية في أوضة الأوضة المقربة إلي، أوضة الحلويات، الحاجات العسل، أوضة البط السوداني. زي ما انتوا شايفين اهو، البط شكله جميل قوي عشان هو لسه صغير. طبعا بقى الفيديو اللي فات كنت مصوره لكم من غير ما احط له اكل. النهارده بقى بصوره لكم وانا بحط له اكل، وبحط له ميه، وبوريكم شكله عامل ازاي. اه طبعا هو كبر شويه عن الفيديو اللي فات، زي ما انتوا شايفين كده. هو كبر شويه عن الفيديو اللي فات، بس هو شكله جامد قوي. بصوا اهو، ايه رايكم؟ اهو هما دلوقتي هيجوا ياكلوا، ودي العليقه بتاعهم. دي اسمها عليقه، عليقه يعني اسمها عليقه، بتكون عليقه حلوه. دي بتكبر البط يعني وبتخليه حلو. لازم كده تديله البط عليقه عشان البط بتاعكم يكبر ويبقى شكله حلو معاكم كده. طبعا دي كانت عايزه تطلع بره، بس انا مسكتها قلت لها انت رايحه فين يا حبيبتي؟ تعالي خش جوه جنب اصحابك. قامت جايه داخله كده وسامعه الكلام. في حاجه في البط اللي هو بيسمع الكلام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاجة زي العسل يعني، بسم الله ما شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين البط شكله جامد. بس عايزكم تقولوا لي بقى ايه رأيكم فيه. لو حد عايز يعرف البط ده بيتجاب منين او كده، برضو يكلمني في الخاص، وانا اقول لكم البط ده بيجي منين وحالته عامله ازاي وبيكبر ازاي وبيعمل كده يعني. اهو كنت رايح بقى واحط لهم ميه زي ما انتم شايفين. دي طبعا الفخارات بتاعهم حطيناها لها في جردل عشان برضك ما يغرقوش نفسه. وزي ما انتم شايفين لازم بنحط لهم الاكل.